السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا القمر ده، بصوا الجمال ده، بصوا الشكل ده عامل ازاي. حاجة كده توفير للوقت ومجهود، وطبعا القيمة الغذائية كلها في الفرخة. هنعمل ايه؟ هنحشي الفراخ البلدي ونحشيها ونحطها في كيس حراري ونرميها في القلاية. هتطلع تحفة جميلة مستوية، ولا سلقنا ولا حمرنا ولا تعبنا نفسنا ولا حاجة طرطشت علينا ولا اتبهدلنا في ايدينا ولا اتلسعنا ولا اي حاجة. عملت ايه؟ جبت فراخ بلدي. الفرخة كيلو 250. تمام. حشيتها فريك. طبعا انتي عايزة تحشيها رز، احشي. تمام. تبلتها بملح وفلفل اسود، اللي هو التتبيلة الخارجية بعد الحشو. تبلتها بملح وفلفل اسود وبشرتي بصلاية وطماطماية. دخلتها في القلاية على درجة 200. التايم بتاعها 30 دقيقة. طبعا هنا انا عملت ايه بعد قبل ما ال 30 دقيقة تخلص؟ اخر 8 دقايق. تمام. فتحت عليها. بصوا الشكل كده. طبعا كملت تاني. تمام. ال8 دقايق وشغلت القلاية زي ما انتوا شايفين كده. ركزوا معايا علشان التايم تعرفوا تحسبوه. تمام. طبعا كده اوكي. تمام. انا هقلبها بقى الناحية التانية على ظهرها. تمام. قلبتها على ظهرها. طبعا كده خلاص ال30 دقيقة خلصوا. انا هعمل 200 درجة حرارة و20 دقيقة تاني على ظهرها. تمام. قبل ما تخلص التايم ب12 دقيقة، لقيت ايه بقى؟ لقيت لما انا قلبتها على ظهرها كده فهي ارتفعت شوية على السطح، فبقت ملامسة الى حد ما السخان بتاع القلاية. تمام. فاتلسع شوية الكيس فاتفتح. طبعا انا كده ولا كده هفتحه، فروحت فتحاه ورحت مكملة ايه التايم. على اساس ان انا خلاص بقى هي كده ولا كده خلاص استوت. انا هنا في مرحلة التحمير. تمام. ال 12 دقيقة دول هحمر فيهم، اللي هو سواء على ظهرها او هقلب الناحية التانية ايه على وشها. كده خلاص. هفتح كده اشوف الظهر ايه ظروفه. بصوا عامل ازاي. يعني اساسا عايزه اقول لكم انا اصلا اتصدمت من الشكل اصلا. بصوا عامل ازاي. بصوا اللون عامل ازاي، مكرمل تحفة ما شاء الله. هايل. رحت قلبها الناحية التانية على وشها. بس حاسبي بقى يعني لما تيجي تقلبيها، انا هنا قلبتها فإلى حد ما شوية الزور بتاعها اتفتح، يعني اتفتح مني. بس طبعا مش اشكال، انتي ولا في الشوربة ولا اي حاجة، انتي تمام. انتي هتحطيها زي ما هي كده قمر، ولا هتتفتح منك في شوربة ولا تلاقي الحاجة وقعت منك ولا اي حاجة. بصوا بقى طالعة ازاي. يعني ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ اقسم بالله لو القلاية بتعمل فراخ محشية بس، انا عايزة القلاية عشان الفراخ المحشية بس والحمام. ده انا بص هبهركوا بعد كده. يعني قلت لكم لا، يعني بقول لعيالي وجوزي ده انا بصوا هبهركوا بقى خلاص. فراخ مشوية على طول. محشية وحمام بقى وهنزل بالسمان. لا كده خلاص، كده جابت حقها تالت ومتلت. بصوا الجمال عامل ازاي. بصوا بجد والله التسوية خطيرة. طبعا في ناس بتعاني اللي هي بيبقى الفراخ المحشية بتاعتها بتبقى فيها دم من جوه او موصلهاش السوا قوي. عايزة اقول لكم والله وحياة عيالي تحفة، ولا فيها نقطة دم من جوه، مستوية 100%. رهيبة. عايزة اقول لكم بصوا هنا. بص جوسي اصلا. بصوا عاملة ازاي اصلا. ما شاء الله. اعملوها وقولوا لي عملت معاكم ايه. وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.